شحاتة أسعار المشاريع في التجمع، هل لو بشتري بسعر قليل هكون كده بحط فلوسي في ريسك عالي؟ وعايزك ترشح لي مشروع يكون بعيد عن الريسك بس بسعر حلو. بص، انا بشوف ان الشركات اللي خلينا نقول ان هي في الفئه السعريه دي، اولا لازم يكون داخل في مشروع حجمه صغير علشان نضمن ان هو يقدر يستمر وما يعطلش فيما بعد. بالاضافه ان لازم المشروع كمان يكون بايع بشكل كويس. يعني هنا مفيش مشكله ان انا ما اشتريش بسعر الطرح الاول، مقابل ان اكون ضامن ان المطور ده عنده نسبه مبيعات كويسه داخل له من وراها كاش فلو كويس، خاصه لو كان كمان عندنا هيستوري لمدى التزامه او تسليمه المشاريع قبل كده. طب ممكن تقول لي مشروع زي كده بالظبط؟ في مشروع حلو قوي في التجمع الخامس بالظبط على بعد دقيقتين تقريبا من هايد بارك، واحنا شايفين النهارده المنطقه بتاعت هايد بارك وميفيدا تقريبا بقت الخروجه بتاعت التجمع الخامس، سواء الهايد اوت او سواء الليك ديستريكت اللي في ميفيدا. اللوكيشن بتاعه ممتاز جدا، بالاضافه كمان ان المطور اوريدي عنده سابقه اعمال، فاحنا شايفين على ارض الواقع مدى التزامه والصيانه بتاعته شكلها عامل ازاي. طب طمني ده أسعاره إيه بقى؟ سعره كويس قوي من الاسعار بتاعت زمان دي، نتكلم في افريج 45000 جنيه للمتر تقريبا، والتقسيط بيوصل لحد 10 سنين. طب إيه هو المشروع وأحجز إزاي؟ لو كده كلمني ندردش سوا في التفاصيل، وان شاء الله نختار الحاجه الانسب ليك.